لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي اللي ولينا كنشوفوه ما قدناش ديالنا، اللي كل نهار خبر جديد، كل نهار جريمة جديدة، كل نهار غرائب، ماشي جرائم اللي موالفين كنسمعوهم، جرائم ولكن غريبة عجيبة، شي حاجة عمرنا ما سمعناها، شي حاجة الجديد في الجديد. بارك علينا، بارك علينا. حنا مازالين مع ولاد البلاد، مازالين مع المجرمين اللي عندنا في البلاد، مازالين مازال ما ارتحيناش، مازال ما شديناش عينينا. بارك علينا داك الشاب ياسين اللي مازال لحد الان الحرقه ديالو في القلب ديالنا. كنتفاجئوا بان افريقي شد استاذه، شد الوليد ديالها اولا البنت ديالها، مازال لحد الان ما عرفناش التفاصيل الكامله نتاع الفيديو. شد الوليد ديالها ولا البنيته ديالها في الكروسه، شدها ما طلقهاش. علاش؟ الله اعلم. غاده في الشارع شدها ما طلقهاش، كيهزوها الناس. تحيه كبيره، تحيه كبيره للبطل الاول اللي هجم عليه وبدا كيضربو بالركل وبدا كيهزو هو وياها. كيهز الافريقي كيتهز مع المراه وكيتحط. عرفتي داكشي غريب، يعني بحال اللي تقولي بيناتهم شي ورد كبير وحاقد عليها واحد الحقد، حاقد عليها واحد الحقد. يعني كان ما كانوش داك الناس كان راه صفاها ليها. يعني مكتب لها عمر جديد، هاد السيده هادي مكتب لها عمر جديد، خصها تخرج صداقه. لان اقسم بالله العلي العظيم كنخرج فيها في شي طريق خاويه ولا في شي طريق اللي ما فيها حتى شي واحد، اقسم بالله كان ما بقات على قيد الحياه. كراها كنقولوا الله يرحمها. والغريب في الامر على ان هاد الناس هادو شدوه وما طلقوهش، حتى عيطوا للشرطه وعيطوا وجاو وهزوه وخداو البصمات ديالو وخداو التساؤل ديالو مالك وعلاش وكيفاش. ولكن الغريب في الامر على انهم ولاو طلقوه باش غادي يدير جريمه اخرى افظع من هذه. غادي يشد واحد السيد اللي كان مسن، كيلعب الرياضه، كيتمشى غادي كيلعب الرياضه مع راسو. واحد السيد اللي في العمر ديالو 79 سنه، غادي يضربو بحجره وغادي يصفيها له. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي ولا عجيب وغريب، هادشي ولا كيألم، هادشي ولا كيخلق فينا الخوف والرعب. ولينا كنبغيو نخرجوا غير نتسخروا ولا نبغيو نخرجوا غير نقضيو المصالح ديالنا، ولينا كنخافوا من هادشي اللي ودنينا كنسمعوا. راه بزاف هادشي، راه بزاف هاد قله الايمان، راه بزاف هاد الفتنه اللي ولينا حنا عايشين فيها، راه بزاف هاد الوقت اللي راه حنا خصنا نستغفر الله، راه حنا خصنا نرجعوا الله. لان ما بقى قد ما فات، صافي الفتنه صافي. راه ما بقاش كيعرف السيد اللي قتل علاش قتل، وما بقاش كيعرف السيد اللي مات علاش مات. صافي وصلنا ليها ما بقى لنا غير نكملوا. اللي ناقص له ايمان يزيد يقوي الايمان ديالو، لان ما بقى قد ما فات وغادي تقوم الساعه صافي. وزائد على ان اليوم كان واحد الحكم اللي كان، اش غنقول لكم، برد لي بعدا انا برد لي القلب عباد الله. عقلتوا على السيد اللي اللي طلع للطوبيس بالمسطره، بالمسطره الكبيره، لانه ماشي راجل شماته. كان راجل شماته كان قادينو غير يديه، ولكن تصاب شماته. هز على راجل مسكين خدام على راسو على الطوبيس عمر عيالات، هز عليه مسطره فيها نص متر وطالعو كيتهدد عليه. شنو غيديرو صريف باش كيخدم عباد الله، صريف باش كيخدم، صريف باش كيرد على الناس الخلاص ديالهم. ما غيتعداش داك الصريف، انا متاكده اقسم بالله ما غادي يتعدى 1000 درهم. وركب فيهم الرعب. كان ماشي داك الشيفور نتاع الطوبيس سايس معاه وهضر معاه غير بالاداب وعطاه داك الشيء اللي بغا. وهذا كراه عيبو في الوجه ديالو، اولا كراه صفاها ليه، لانه طالع ما تيعقلش. طالع بصافي محمر غير في الصريف، دا الصريف هبط بحالاته بحال اللي حتى شي حاجه ما وقعت. ولكن الكاميرا اللي كانت في الطوبيس اش غادي نقول لكم، هزات الجريمه من الاول حتى التالي. ما كاين لا فين يدير لا ها ولا ها. عيات الام ديالو تقول بانه مريض مختل عقلي، المراه ديالو سمحت فيه. المراه واش اللي سمحت فيه المراه عباد الله، وخصوصا في هذه الوقيته اللي رحنا فيها، في هذه الوقيته اللي غلاء المعيشه والفقر داير بزاف نتاع المشاكل. الفقر راه صعيب،
راه اللي ماشي ايمانه قوي راه ما تيقدرش عليه. راه الفقر كيتحكم في الانسان اللي الايمان ديالو ضعيف، واللي تيقول بان انا اللي غادي ندير وانا اللي غادي نفعل، وكيبقى يتعصب وتيسحبوا راسو هو اللي غادي يرزق راسو، وكينسى بان الرزاق هو الله. اما اللي عنده الايمان قوي واخا تيكون فقير تيقول هادشي اللي مكتب لي الله، لان من شروط الايمان على اننا نقبلوا بالقدر نتاع الله، والقدر نتاع الله خلقك هكاك فقير، خصك تقبل بداك الشيء اللي عطاك الله. ولكن الانسان اللي الايمان ديالو ضعيف راه كيبدا يتعصب وكيبدا يهادي ويخلق في المشاكل ويبدا يمشي للمخدرات ويبدا يمشي للسكرا ويمشي لهادي، باش زعما كينا غادي يخلق شي حاجه اولا غادي ينسى داك الوضعيه اللي هو فيها. ولكن نسى بانه راه غير كيزيد ذنوب على راسو، وما اللي مكتبها الله راه هي اللي مكتابه. النهار كيدوز باش ما الله. ونزيدكم راه حتى شي واحد ما كيبات بالجوع، راه الله سبحانه وتعالى كيرسل لك واحد الرزيق ديالك باش تقوت نفسك وتبقى عايش، لان النهار اللي كيتسالى الرزق نتاع الجوف راه كيتسالى حتى العمر. خص الانسان يكون عارف هاد القضيه هادي ويعيش بها، غادي يرتاح غيقول صافي، مهما ان الرزق نتاع الجوف غادي يبات فيه، صافي الرزاق الله اللي جات مرحبا بها، والايام دايزه باش ما عط الله وراه اخرتها موت. فهمتوني؟ ولكن الانسان اللي الايمان ديالو ضعيف راه كيبقى يرون ويقلوض ويدير هادي ويفعل هادي حتى كيجيبها في راسو وكيدير كبيره من الكبائر وكيعيش حياته معذب، وحتى في الممات ديالو في الاخره ديالو كيكون معذب. اش غادي نقول لكم؟ الحكم ديالو كان برد ليا الجوف ديالي، برد ليا قلبي. وهكا خصنا نشوفوا الاحكام الاخرى. الحكم كان هو 20 سنه، 20 سنه، يعني ما غادي يحضر لا لهذا المونديال لا المونديال الاخر لا المونديال الاخر، يعني 3 ولا 4 تاع المونديالات اللي ما غاديش يحضر لهم. 20 عام اخوتي راه ماشي سهله. 20 عام راه الانسان كيتزوج فيها، كيولد فيها، وليداتو كيكبروا، وليداتو كاع كيخدموا وهو مازال في السجن. علاش؟ على صريف قليل. شوف قلة العقل، وشوف الشيطان فين كيدي مولاه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نتمنى يكون هذا الحكم هذا نفس الحكم للناس، لجوج الاشخاص اللي تهجموا على البنت اللي كانت غادا خارجه من الجامعه وغادا مسكينه للدار نتاعها، وتهجموا عليها وحيدوا لها الايفون ديالها، وعيات تقاوم وعيات تجر وعيات تشد في الصاك، لدرجه انهم كانوا كيجروها بداك الصاك وحيدوا لها الدره ديالو. شوفوا الوقار. البنت مسكينه محترمه دايره دريرتها. واش ما عندكمش ضمير؟ واش ما عندكمش قلب؟ واش ما عندكمش خوت اللي تعريو داك البنت؟ الحمد لله ما تعراتش، كانت مستوره، حيدوا لها الدره ديالها. ولكن بالنسبه لبزاف نتاع البنات اللي عارفين بالقيمه نتاع الحجاب وكيعرفوا بقيمه نتاع اللباس الشرعي، راه بالنسبه ليها الحجاب منين حيدوه لها هكاك في الزنقه راه واحد التاثير نفسي غادي يكون عليها خايب بزاف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيف ما قلت لكم نتمنى على ان هذا الحكم يكون صارم حتى لهاد جوج الشفاره هادو، ونتمنى من الله على ان كل واحد وصل معايا لهاد النقطه. ما تنساونيش من لي لايك الزوينه ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين والهلا خطاكم عليا، وما تنساونيش من الدعم، انا محتاجه للدعم ديالكم، الله يرحم لكم الوالدين. شكرا بزاف، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.